السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المتابعين، أخواتي وبناتي جميعا، اليوم جيتكم بكريم جميل جدا، كريم مفيد اللي هو كريم روز زي ما شايفين. والكريم ده يا جماعة كريم لبناني، والكريم الأصلي لازم يكون من الصيدلية أو يكون من عطار مؤكد، عشان ما تجي بعدين تقول الكريم ما أصلي وما نفع معاك. والكريم الأصلي يا جماعة معروف، ومن شكله ومن ريحته الكريم الأصلي معروف، يعني بتعرفيه حتى لما تجي من الصيدلية، حاجة مؤكدة حاجة مضمونة. كريم روز يا جماعة كريم ممتاز جدا وفوائده كثيرة، لكن قبل ما نبدأ في فوائده الحاجة التنبيه المهم منه إنه استخدامه للمناطق الخارجية فقط، وتبعديه من العيون، يعني ما يلامس العيون نهائيا، بس دي التحذيرات منه. الحاجة الثانية بينفع لجميع أنواع البشرة، يعني ما عنده بشرة معينة، بينفع لجميع أنواع البشرة. طريقة استخدامه وفوائده، أول نعرف فوائده إنه بيعمل على تنقية البشرة وبيزيل الشوائب وبيعالج حب الشباب والبثور، برطب وبنعم البشرة وبغذي البشرة بعمق وبيتركها ناعمة. أيضا بيعمل على تقشير خفيف للبشرة، والتقشير ده يا جماعة بيساعد في تجديد خلايا الجلد، يعني لو ظهرت لك قشرة ما تخافي منه، يوم يومين يمكن تختفي لك بإذن الله. الحاجة الثانية يا جماعة إنه بيعمل كمان على إزالة الكلف، بيشيل التصبغات، بيشيل الحاجات اللي كلها موجودة، يعني بيصفي البشرة بجد، بيصفي البشرة بيتركها صافية جميلة جدا جدا. طريقة استخدامه سهلة وبسيطة جدا، بتشيلي حاجة بسيطة جدا وتمسحي بها الوجه مسح يعني خفيف، ما تعملي دلك، يعني ما تدلكي ما تتعمقي، يعني ما تضغطي شديد. تمسحيه عادي. المرة الأولى بتستخدميه يوميا بالمسا فقط، بالمسا مرة واحدة في اليوم لمدة أسبوع أو أسبوعين. إذا البشرة حقتك فتحت من الأسبوع الأول هتستخدميه تاني في الأسبوع الثاني مرة أو مرتين في الأسبوع، دايما يكون بالفترة المسائية. الحاجة المهمة والأهم إنك بعد ما استخدمتيه عنده بتجي معاه صابونة كده صغيرة تغسل وجهك بالصابونة بتاعته. إذا ما جبتي معاه صابونة تغسلي بالغسول حقك أو الصابونة النافعة معاكي، ولازم ترطبي البشرة. يا حبذا الناس اللي عندهم تصبغات وعندهم كلف وعندهم حاجات زي كده يعملوا مع الترطيب، يعملوا بها زيت اللوز المر، بجد زيت اللوز بيشيل التصبغات، بيشيل الكلف، بيشيل الحاجات دي. بعد ما رطبتي بزيت اللوز انت جيتي طالعه لازم يكون عندك واقي من الشمس، يعني تعملي واقي للشمس على اساس انه الكريم يجد مفعوله ويجد نتيجه مفيده. ان شاء الله يا رب يعجبكم وجربوه يا جماعه، واتركوا لي في الكومنتات تحت انه عمل معاكم شنو، او نفع معاكم او ما نفع معاكم. كنتكم بعافيه وربنا ينعم عليكم بالصحه والعافيه.